السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. نخش في الموضوع على طول ونشوف شرح النهارده بيتكلم عن ايه. طيب زي ما شفنا يا شباب، النهارده هنتعلم ازاي نعمل الباك جراوندز اللي منتشره جدا دلوقتي على السوشيال ميديا بيستخدموها خاصه في مونتاج الريلز او انيميشن الريلز. فتعالوا نشوف ازاي بنعملها على افتر افكتس من غير ما نفضل ندور عليها في كل حته وفي كل مكان وفي الاخر مش بنلاقيها، او تلاقي الناس اللي بتقول لك اكتب كومنت علشان ابعت لك اللينك فيه حاجات كده. فما علينا من ده كله، تعالوا نشوف النهارده ازاي نعملها بطريقه بسيطه. ممكن نغير بقى ابعاد الريل، سوري، ممكن نعمل نيو كومنت تاني وهقول له هنا 1080 وهخلي دي 1920 واقول له اوكي عشان يديني مقاس الريل. كنترول واي علشان نعمل نيو سوليد وهخليها اسمر، ماشي، اقول له اوكي كده في سوليد. فتعالوا نجيب جريدينت رامب، سوري، وهنخليها دي العكس، والابيض ده نخليه مثلا، يعني ممكن نخليه ده، شافه لذيذ ورايق. طيب تعالى محتاجين بقى نجيب جريد تاني. اوكي هنخلي ده اللي في النص ونبتدي نظبط الجريد بتاعنا شكله. فانا مثلا هخليها قد وهقلل الاوباسيتي بتاعتها. اوكي، فانت ممكن تاخد الاعدادات بتاعتها على طول، يعني ممكن تاخد الاعداد زي ما انت شايفها هنا كده وتطبقها عندك على طول. اوكي، طيب احنا عايزين نحركها. هي في الفيديوهات كانت بتتحرك لفوق او لتحت. طيب عشان نحركها هنيجي هنا ونبتدي نعمل لها تحريك. بس طبعا قبل ما نعمل لها تحريك عشان تبقى التحريك شغال اوتوماتيك، هنعمل هنا، هنيجي على التايم لاين، اتاكد ان احنا في اول التايم لاين، وهنيجي هنا ندوس على الكي فريم وهنسحب مثلا للمنتصف او ل10 ثواني وهنبتدي نحرك علشان تتحرك معانا. اوكي، تعالوا بقى نشوف الحركه عامله ازاي. هي بتتحرك معانا. لو عايزين نسرع اكتر من كده هندوس على حرف اليو علشان يظهر لنا الكي فريم بتاعنا، وابتدي ازود في عدد الدوران. اوكي، لو حاسس ان انا محتاج ازود تاني فاتس اوكي، ازود عادي زي ما انا عايز. طبعا ده الشكل الاساسي بتاع الباك جراوند. فممكن بقى نضيف شويه حاجات اضافيه. ممكن نعمل ادجستمنت لاير ونقول له مثلا عايز والله النويز، اديني نويز يا عم الحاج، ومثلا هخلي النويز دي 3 عشان تدينا تأثير حلو. شايفين التأثير بتاعه يبقى رايق قوي. وممكن هنا كمان في نويز فينيت ممكن نجيب سي سي فينيت واقول له اوكي اتس اوكي. ممكن اكبر سيكا، اتس اوكي ماشي. وممكن اقول له حاجه كمان، هي هنعمل بس ادجستمنت لاير تانية وهقول له هنا عايز كروماتيك او في ار اللي هي كروماتيك. طبعا هي مش هتبان قوي دي، فممكن ممكن نكنسل دي، مش عايزينها. طيب ده شكل الباك جراوند بتاعتنا اللي احنا. طيب ده كده شكل الباك جراوند بتاعتنا. طبعا نقدر نغير اللون زي ما احنا عايزين. لو جينا هنا فتحنا وقفنا على السوليد بتاعتنا وجينا هنا على الجريدينت رامب، جبنا دي على جنب كده وابتدينا نغير. طبعا نقدر نعملها باي لون، يعني انت وخيالك ابدع. تعالوا نشرح الباك جراوند الثانيه اللي بتكون 3 دي. هنعمل نيو كومب ونقول له اوكي، نفس الابعاد برضو. وممكن بقى يعني برضه نختصر ننسخ الحاجات دي بس عشان يعني هنحولها بس ل 3 دي، فممكن ننسخهم زي ما هم كده عشان نختصر وقت. حددهم كلهم، اقول له كنترول سي واجي هنا كنترول في، وهاجي هنا نزل الباك جراوند تحت وهقول له الباك جراوند دي خليها 3 دي. وهاجي هنا اجيب موشن تايل، سرش عليه وهجيبه عشان ده مهم جدا. هاجي هنا اخلي دي 600 وهنا برضو 600 وافعل الميرور ايدج علشان ما يبوظليش الباك جراوند. وممكن كده بقى نبتدي هنفتح بوزيشن ونرجع دي لورا. طيب هنبتدي نفتح روتيشن وهنيجي على الاكس، هنبتدي نقلبها كده بالشكل زي ما احنا عارفين، زي ما احنا شايفين. هنقلبها معانا بالظبط يعني. اوكي حلو قوي كده. ممكن بقى نبتدي ننزلها لتحت شويه. ممكن نيجي من هنا ممكن نيجي هنا من علامه الزد دي ننزلها لتحت. انا شايف ان هي خليها كده احلى. فهندبليكيت كنترول دي علشان ندبليكيت. هنفتح روتيشن وهنقول له خليها صفر. اوكي، وهنيجي بس نفتح على البوزيشن نرجعها لورا شويه، او ممكن نخليها زي ما هي كده. حابب ترجعها اتس اوكي. فانا هخليها عند اخر حته اللي هي بتاعه الظل دي
علشان يعني عشان شايف ان شكلها حلو. اوكي، طبعا انت ممكن ترجع لورا زي ما انت عايز، ممكن تطلع لقدام يعني زي ما انت عايز برضو. عايز ترجع لورا اوكي، عايز تطلع لقدام برضو اوكي. طبعا عشان نتاكد ان هي فعلا 3 دي وهي ده الشكل اللي احنا عايزينه، طبعا لازم نكون متاكدين ان احنا واقفين على الادفانس 3 دي علشان نبتدي. فطبعا عشان نشوف العمق بتاع الباك جراوند بتاعتنا دي، ممكن نروح على اوبريت علشان نتحرك كده ونشوف فعلا اهي. ممكن بقى نزود هنا لو احنا حابين نزود كمان، نكوبير دي الباك جراوند بتاعتنا ونجيبها في اليمين كده في الجنب، ونجيبها في الشمال في الجنب برضو. فطبعا ايه، احنا عندنا كل الاختيارات نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. بس نعمل كنترول زد ونرجع للاخر. تعالوا كده نشغل نشوف الباك جراوند عامله ازاي. ممكن نقلل دي علشان يشتغل معانا. اوكي سوري بس عشان الحركه 3 دي فهي تقيله شويه على الجهاز. ودي كانت النتيجه النهائيه بتاعه شرح النهارده. اتمنى ان الشرح كان سهل وبسيط وخفيف عليكم. شكرا، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان ده مهم جدا وبيساعد في انتشار المحتوى. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.